السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته. حاب نتكلم ونرد على واحد الخبيثة والتافهة تكلمت على الرجال الجزائريين، واستدلت بالقرآن الكريم، ولكن يعني حرفت معنى آيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمت على الرجل الجزائري وقالت باللي اللي فقير ولا مسكين هذا ماشي راجل، واستدلت بالقرآن وفسرته على حسب هواها وفكرها الفاسد والفاجر. أولا كان المفروض أنك ترجع إلى المراجع ولكتب المفسرين كابن كثير مثلا ولا القرطبي إلى غيرهم، ولا الشوكاني، ولكن تيا فسرت القرآن بهواك، كما فسرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين نصح الشباب بالصيام للتعفف أن يصوموا عن الزواج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا ليتعففوا، لما توفر لهم الأموال يتزوجوا، ولكن تحرفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لو كان راكي قدامي أقسم لك بالله نصور لك رونجاس في وجهك على هذا التطاول وقلة الأدب. وديري أيتها البقرة الحلوب، ديري في بالك باللي الرجولة لا علاقة لها بالمال، لأن الله عز وجل لما تكلم على المسكين والفقير راه يتكلم عن حالة اجتماعية. قادر تكون هناك مرأة فاضلة وطيبة وفقيرة، وكاين رجل طيب وفاضل وفقير، وخاطرهم متكذبيش على الصحابة رضي الله عنهم، كانوا كاينين صحابة فقراء، والسيرة النبوية وسيرة الصحابة معروفة في الكتب، وكاين عدة نماذج لصحابة كانوا فقراء. إذا لا علاقة للرجولة بالمال، الرجولة هي الأخلاق، هي الآداب، هي الالتزام، وهي كذلك